السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة كان فطارنا كبسة الفراخ. بجد كان النهاردة الفطار في منتهى الجمال ولا أروع. الفراخ تحفة، الرز يجنن، صاد الدقوس اللي عملناه معاه كانت حاجة فوق الخيال. كل الأكل على بعضه كان يهوس. شوف الرز عامل ازاي، بيتكلم عن نفسه. الفراخ شكلها يشهي والرز ممتع جدا، طعمه فلفلته كله على بعضه كده. الأكل كان تحفة تحفة بمعنى الكلمة. تعال نشوف احنا عملنا كل الجمال ده ازاي. مقاديرنا طبعا زي ما عودتكم بسيطة جدا وسهلة. انا هعمل النهاردة فرخة بس حجمها حلو يعني، وهعمل معاكم نص كيلو رز بسمتي. اول حاجة في الحلة هحط هنا نص كوباية زيت ومعلقة زبدة او مكعب زبدة كبير. لازم خدوا بالكم الكبسة معاها اي مادة دهنية غير الزيت، زي السمنة زي الزبدة. الرز البسمتي بيحب السمنة قوي. فانا حطيت نص كوبايه زيت مع مكعب زبده، وبدات اقلبها كويس جدا لغايه ما ساحت تماما. قلب كويس قوي، لازم تدوب يعني جامد، وكمان تبدا ان هي تسخن جامد. خلاص كده تمام. انا هنزل عليها ببصله كبيره مفرومه وفصين توم، وهبدا بقى اقلب كويس قوي لغايه ما بس يبقى اشم ريحه البصل والثوم. انا مش عايزاهم يتحمصوا او يتغير لونهم. هبدأ أنزل بالتوابل بتاعتي، عبارة عن معلقة كبيرة ملح ونص معلقة صغيرة من البابريكا، الشطة، الكركم، الكاري، بهارات الكبسة، فلفل الأسود، ومعايا ذرة قرنفل صغيرة لأن ما كانش عندي قرنفل سليم، واتنين لومي، وعود قرفة، وورق لورا حوالي 3 4 ورقات كده، وحبهان 4 فصوص حبهان. وبعد ما تحمصوا كويس قوي، دي خطوة مهمة جدا ان التوابل تتحمص، بتودي الكبسة بتاعتك في حتة تانية خالص. دلت عليهم بمعلقة صلصة كبيرة، وبدأت برضو احمصها كويس قوي. لازم اشم ريحة التوابل، احس ان هي اتحمصت معايا، بتخلي الكبسة بتاعتك في حتة تانية. هبدأ اجيب الفراخ، طبعا انا غسلاها كويس جدا ومصفياها، لازم تكون ناشفة عشان ما تحسيش بأي زفارة. أبدأ بعد كده أنزل بالفراخ، أديها صدمة كده مع التتبيلة. انا عامله 3 صدور وفخت، يعني هم يعتبروا كلهم فرخه متكامله يعني. بعد كده هبدا ان انا اديهم صدمه على الوش ده، وبعدين هقلبهم الناحيه التانية كمان ياخدوا صدمه. بعد ما اخدوا 5 دقايق كده بدات اقلبهم على الناحيه التانية، تاخد كمان صدمه الناحيه التانية بالمنظر ده. بعد كده هجيب التوابل اللي هي موجوده تحت دي، اغطي بيها الفراخ شويه، وبعدين هفضل بقى اقلب شويه كده وش لغايه ما احس ان كلها بدات تاخد نفس اللون. لما وصلت المرحلة دي خلاص بقى يعني اتكرملت، هبدأ أنزل عليها بمية مغلية، أغطيها بس يا دوب أغطي الفراخ بيها، وبعدين هسيبها لمدة ساعة، 10 دقايق على نار عالية، وبعد كده أبدأ أوطي عشان إيه الفراخ تستوي معايا. هغطي عليها وأسيبها تستوي بقى بعد كده براحتها. بعد ساعة كشفت عليها وهبدأ أشيل الفراخ، أشيلها خالص من التوابل، وبعد كده هاخد التوابل دي كلها اصفيها واسيب بس اللي هي اللومي وعود القرفة فقط لا غير. اشيلها كلها في صينية عشان هديها وش، انا بحب اديها وش كده بالشواية يا دوب بس تاخد وش وتتحمر. بعد كده هاخد ده كله اصفيه وارجعه تاني الحلة. بعد ما صفيته هنزل بنص كيلو رز بسمتي، انا كنت نقعاه لمدة نص ساعة، وهنزل هنا معايا اللي هي ربع معلقة زعفران دوبتها في معلقة مية، وبدأت ان انا انزل بيها على عشان تعزز اللون عندي. طبعا كل اللون يعتبر راح في الفراخ خلاص. وبعدين لقيت المية كده مظبوطة، لان انا كنت نقعاه فياخد كل كوباية تاخد كوباية مية. بعد ما تشرب ههدي عليه النار واسيبه بقى خلاص استوى ويكمل سواه. وبعد ما خلصنا كده سيبناه على جنب، واعمل بقى سلطه الدقوس، عباره عن طماطميتين، قرن فلفل اخضر وقرن شطه اخضر، ومعايا ربع حزمه بقدونس وفصين توم، وبعدين هنزل عليهم بمعلقه خل،
وهنزل بعد كده برشة ملح ورشة فلفل اسود، وهبدأ اضربهم بقى ضربة كويسة جدا مع بعض، وهتبقى دي هي سلطة الدقوس، بتتقدم مع الكبسة ومع المشاوي. اضربهم كده ضربة محترمة عشان ينعموا معايا تماما. بعد ما اتضربوا كويس جدا بدأت ان انا بقى بالقوام اللي انتوا دلوقتي هتشوفوه هيبقى بالمنظر ده. بعد كده انا حاطاه بول عشان اقدمها مع الفراخ بتاعتنا النهارده. هبدأ بقى انزل بالرز، الرز شوفوا عامل ازاي وبينزل مفلفل، كل واحدة مخصمة اختها. تمام كده خلاص. انا خلاص الفراخ كنت حاطاها في صينية وحمرتها في الاير فراير، مش في صينية بصراحة، بس انتوا ممكن تحطها في الفرن تحت الشواية بس تاخد لون. وبعدين بقيت ارصها على الرز، كان الريحة تحفة والطعم خطير. شوفوا منظره عامل ازاي مفلفل جدا. الفراخ بتاعتنا دايبة دوب، الفص بتاعها ابيض زي الفل، جميلة ما شاء الله، ومستوية طبعا سخنة جدا مش عارفة امسكها اصلا. تحت ملاحظين لو انا اشوف مش قادرة امسكها خالص، سخنة نار لسه يا دوب مخرجينها من الاير فراير. ومع الدقوس بقى حاجة تحفة بصراحة. شوف الشكل عامل ازاي، نحط بقى كده الفص بألف هنا وشفا. خطيرة بجد خطيرة، جربوها بطريقتي وبنفس التكات دي وادعيلي وانت بتاكليها، وبألف هنا وشفا.